يواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب بوركينا فاسو ودياً يوم 12 من سبتمبر أيلول الجاري في مدينة لانس، في الوقت الذي سافرت بعثة منتخب أسود الأطلسي الأحد إلى فرنسا استعداداً لمواجهة منتخب الخيول وسط أجواء حزينة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مدناً وقرى مغربية نائية. وفي هذا الإطار، أفاد مسؤول في الاتحاد المغربي لكرة القدم فضل عدم الكشف عن هويته العربي الجديد اليوم الأحد بأن الاتحاد يعتزم تخصيص مداخيل المواجهة الودية التي ستجمع منتخب أسود الأطلس بمنتخب بوركينا فاسو لمصلحة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. ويسعى مسؤول الاتحاد المغربي لكرة القدم وعلى رأسهم الرئيس فوزي لقجع للتخفيف من معاناة أبناء الشعب المغربي الذين تضرروا بشدة من الكارثة التي خلفت قرابة 3000 ضحية حتى الآن وعددا كبير من الجرحى، لتدخل المملكة المغربية في حداد لمدة 3 أيام.